ما تقعدش تدور على احسن نوع خشب في السوق لو كنت هتعمل مطبخ جديد. طب ليه الكلام ده؟ كل الناس لما بتيجي تعمل مطابخ الفتره دي هي سامعه بس ان احسن نوع في خشب في السوق هو الاتش بي ال. طب هل تعرف انت ايه هو الاتش بي ال؟ هل تعرف ايه بقيه الخامات الثانيه؟ هل تعرف يعني ايه بي في سي؟ هل تعرف يعني ايه كليريك؟ هل تعرف يعني ايه بولي لاك؟ هل تعرف يعني ايه يوفي لاك؟ كل دي انواع اخشاب كتير قوي. انت نفسك تعمل احسن نوع خشب في مطبخك علشان مطبخك يعيش العمر كله، فخليك معايا في الفيديو ده هقول لك ازاي تختار احسن نوع لعمل مطبخك وايه كل نوع وايه الفرق بينه وبين النوع الثاني. بس انت بس كمل معايا الفيديو ده للنهايه وانت عمرك ما هتندم. يلا بينا. السلام عليكم، انا سلامة عشري. ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب علشان تشوف معايا كل جديد في عالم المطابخ. النهارده هنتكلم عن انواع الاخشاب في المطابخ الخشب عموما، لان انواع الاخشاب في المطابخ الخشب اليومين دول كتيره جدا. كنا زمان لما بنسمع عن نوع مطبخ خشب هو زان او ارو، وفي ناس كتيره دلوقتي ما تعرفش ايه هو الارو، وفي اللي هو الموس، ده اللي الناس كلها كانت عارفاه زمان وده المتعارف عليه اساسا من فتره طويله. من حوالي 7 سنين بالظبط ظهر انواع اخشاب كتير قوي في السوق زي الاتش بي ال، البوليلاك، اليوفيلاك، الام دي اف، الكونتر، حاجات كتيره قوي. والناس بقى بتتلخبط ومش عارفه تعمل مطبخها من خامه ايه بالظبط علشان تاخد مطبخ جميل وعملي. لان اي حد في الدنيا النهارده عايز يعمل مطبخ يكون شكله شيك قوي وكمان يعيش العمر كله. ما هو مش كل يوم هيعمل مطبخ ويدفع فيه دم قلبه، يدفع 150 ولا 200 الف جنيه كل سنه. هو عايز يعمل مطبخ مره واحده بس وبعد كده ينساه العمر كله. في اكتر من نوع خشب من الخامات الممتازه جدا، في خامات تانية محتاجه حرص شديد قوي في التعامل معاها علشان مطبخك يعيش. عشان ما نطولش اكتر من كده يلا نخش في الانواع. اول نوع معانا وهو يعتبر الاقل سعرا هو الام دي اف. لو هتعمل مطبخك من الام دي اف، الام دي اف ده احب اقول لك ان هو مش كرتون مضغوط زي ما كل الناس فاكره، لا، الام دي اف ده هو عباره عن كرتون مفروم وبيدخل معاه براده حديد وبيدخل معاه حاجات تانية ومعادن تانية بحيث ان هو يديله كثافه عاليه وصلابه عاليه. بس طبعا اكتر عدو للخشب الام دي اف دوت هو الميه. لو ما حافظتش على مطبخك من الميه اللي بتقع عليه باستمرار المطبخ بتاعك مش هيكمل سنه. انا اوعدك ان هو مش هيكمل سنه. لو الميه فضلت تقع على الدرف باستمرار المطبخ مش هيكمل سنه وهيفوش والدرف كلها تشرب ميه. ولو كمان كنت عامل الشاسيهات من جوه من الام دي اف فانت حكمت على مطبخك بالدمار من اول اسبوع اصلا مش من اول سنه. فاحنا دلوقتي اول حاجه معانا اللي هي الام دي اف، ودي ممنوع تعملها في المطبخ من جوه. علب المطبخ من جوه لازم تكون من حاجه اسمها كونتر. كونتر ده هو عباره عن ايه؟ بيبقى الخشب الواح خشب بيبقى من جواها سدايب موسكي بطول الالواح مرصوصه جنب بعضها معموله ومكبوسه على مكابس حراريه حرارتها عاليه جدا بحيث ان اللوح يطلع بعد الكبس متين جدا ويستحمل درجات حراره عاليه جدا ويستحمل درجات رطوبه عاليه جدا. يبقى عرفنا دلوقتي اول حاجه نعمل منها خشب العلب الداخليه من الكونتر. طب نيجي بقى للدرف من بره. معظم الكونتر اللي موجود حاليا في السوق بيتعمل منه المطابخ بيبقى ملزوق طبقه اتش بي ال، والطبقه دي بتبقى عازله للكونتر من الميه. بس انا بقول لك عازله مش ضد الميه، في فرق كبير بين عازل للميه وضد الميه. عازل للميه يعني لو وقع عليه شويه ميه ومسحتهم مش هيتاثر، وقع عليه شويه تاني ومسحتهم مش هيتاثر، وقع عليه شويه تالت ومسحتهم برده مش هيتاثر. طب ايه يعني ايه مش ضد الميه؟ يعني انت لو الميه بقت تقع باستمرار حصل تسريب ميه تنقيط ميه تحت الحوض وانت مش واخد بالك من التنقيط دوت، مع الوقت الخشب ده هيبوظ. ليه؟ لانه خشب ومعروف الخشب مع الميه ما يجتمعوش. كده عرفنا الام دي ايه في الدواخل لا، يبقى نعمل الكونتر وملزوق اتش بي ال. طب نيجي للدرف بقى اللي من بره. درف المطابخ الحديثه واللي عليها رواج عالي جدا الفتره الاخيره هي المطابخ اللامعه. في منها الاتش بي ال اللي هو الالوان الخشبيات، ودي بيفضل ان هي برضه تكون على كونتر. انا شرحت الكونتر من شويه خلاص. في اللامع بقى، اللامع بقى في منه حاجتين، في على كونتر في على ام دي اف. اعلى مواصفه للام دي اف هي البولي لاك ده لانه بيستحمل رطوبه، بيستحمل حراره، بيستحمل ميه. طب ده كله ليه؟ لان كثافته عاليه جدا. يبقى اول انواع الام دي اف اللي انت تعملها البولي لاك، وده غالي شويتين ولازم وحتما ولا بد تكون عارف ومتاكد ان اللي انت بتستلمه ده بولي لاك عليه كلمه جزير وعليه كلمه ايجيبت بانل. دي الشركه الاولى المستورده للبولي لاك، ودي اللي عملت للبولي لاك اسم في السوق كله، ودي اللي الناس كلها بتبقى عاوزه تشتريها بس ساعات بتتخم في حاجات تانية. نيجي للدرجه اللي اقل جلوس مات او اليوفي لاك، والخامتين دول قريبين لبعض وكثافتهم برضو عاليه وتحملهم للرطوبه والحراره عاليه بس مش بدرجه البولي لاك. يعني لو هنقول البولي لاك بيستحمل 90% او 80% فدول بيستحملوا مثلا 70%. نيجي للاقل شويه عندنا البي في سي. البي في سي بقى ده اول درجات الام دي اف في الدرف، خامته متوسطه كثافته متوسطه، ما بيستحملش زي البولي لاك ولا اليوفي لاك. فالثلاث انواع اللي قلنا عليهم البولي لاك اليوفي لاك البي في سي لازم تحافظ عليهم من الميه. مش معنى ان اقول لك ان قدره تحمله عاليه للميه ان الميه تقع عليه عادي جدا، لا، الضرفه من بره بيكون مرزوق عليها شريط حرف من بي في سي. كتر الميه لما بتقع عليه الشريط دوت ملزوق بغيرها يتعرض لدرجه حراره عاليه عشان يلزق كويس جدا. الشريط دوت لما بيتعرض لميه كتير والحراره كتير الشريط ده بيفك. مع الكلام ده كله هيقع ميه على الضرفه تاني، الضرفه من جوه هتشرب الميه دي والام دي اف هيفوش معاك والضرفه هتبوظ. كده انت عرفت ان انت لازم تحافظ على مطبخك
مطبخك لو عملته من الام دي اف من الميه. انا كررتها اكتر من 5 مرات دلوقتي في الفيديو، لازم تحافظ على مطبخك الام دي اف من الميه. طب انا نفسي اعمل لامع بس برضو عايز اعمله على كونتر، مش عايز اعمله على ام دي اف عشان يتحمل معايا الميه شويه وما يبصش بسرعه. يبقى انت كده هتروح للجود وود. عندك الاكليريك من الجود وود، ده الوحيد اللي في مصر لامع على كونتر. حاليا في اكتر من خامه بدات تنزل دلوقتي، بس رقم واحد فيهم هو جود وود على كونتر، اسمه اكليريك بولي باك. بولي باك مش بولي لاك، مش باللام بالب، بولي باك. ده افضل خامه مطابخ على كونتر في السوق كله حاليا. يبقى انت لو عملت مطبخك دواخل كونتر جود وود وعملت الضرب بتاعتك اكليريك بولي باك على كونتر جود وود، يبقى انت كده يعتبر عملت مطبخ العمر في حياتك، لان المطبخ هيتحمل معاك كتير جدا وهيعيش معاك فتره حلوه، ومع مراعاتك ليه ومحافظتك عليه هيعيش معاك العمر كله ان شاء الله. بس كده، دي كانت كل انواع الاخشاب بالنسبه للمطابخ الحديثه حاليا بعيدا عن الزان والارو والموسكي. ما تنساش تشير الفيديو ده لاي حد هيعمل مطبخ قريب عشان يعرف كل الانواع بالتفاصيل بتاعتها. كان معكم سلام عشري، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.